نعمل بقى بلح الشام زي بتاع المحلات بالظبط وطعمه تحفة وبمكونات سهلة وبسيطة جدا. انا منى اشرف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لي فولو لايك شير، ويلا بينا. اول حاجة في حلة غويطة هضيف 1.5 كوباية من المية، وكمان هضيف عليهم نص كوباية من الزيت. هرفعهم بقى على النار علشان يغلي. عبال ما اجهز الدقيق هحتاج 2 كوباية من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من النشا. هخلط كده النشا في الدقيق وبعدين هضيف عليها رشة من الملح وكمان رشة من السكر. بعد بقى ما المية غلت هضيف بقى خليط الدقيق. وانا بضيف الدقيق نبقى مجهزين المعلقة اللي هنقلب بيها على طول، لان واحنا بننزل الدقيق هنقلب بسرعة جدا علشان هيتشكل بسرعة قوي معانا. هفضل استمر في التقليب لغاية ما اكونها تبقى عجينة بالطريقة دي. بس هي كده تمام. بعد ما الدقيق اختفى هفرد العجينة كده علشان تبرد، هسيبها بقى شوية تبرد. هحتاج بقى 3 من البيض، وحجم البيض يكون كبير يعني استخدموا البيض الأحمر أحسن. بعد بقى ما العجينة بردت هضيفها بقى في أي طبق غويط كده، وهستخدم المضرب الكهرباء وأنا بضيف البيض. وهضيف 3 باكت من الفانيليا، وبعدين هستخدم بقى ايدي او السباتولا والم العجينة، وهو ده قوام العجينة المطلوب. هضيف بقى العجينة في الكيس الحلواني، وهكون مجهزة طبعا الشربات. انا كنت عاملاه قبل كده في زيت بقى غزير ودرجة الحرارة تكون متوسطة. وهضيف بقى بلح الشام بالطريقة دي. انا هستخدم المقص، وتقدروا بقى تعملوا الحجم اللي انتوا بتفضلوه. انا حبيت اعمل حجم يكون وسط. بجد طعمه تحفة جدا وسريع وما بياخدش وقت، لانه مش بسيبه يخمر ولا اي حاجة، هو على طول اشكل العجينة اقليها على طول. والكوبايتين من الدقيق عملت معايا كمية كويسة جدا. هفضل بقى اقلب كده فيها علشان تبقى كلها اخدة نفس اللون. بياخد بالظبط على بعض كله نص ساعة، فسريعة قوي لو حابين تعملوا حاجة حلوة. وهفضل استمر بقى في التقليب لغاية ما ياخد اللون الذهبي اللي انتوا تفضلوه. بس هو كده تمام، لونه حلو جدا. هبدأ اشيله بقى من الزيت واضيفه على طول بقى في الشربات. والشربات لازم يكون بارد، فتبقوا عاملينه اول حاجة علشان يبرد. وهقلب بقى كويس كده بلح الشام في الشربات، وبعدين هشيله بقى في طبق وابدأ ارص الطريقة اللي انتوا تفضلوها وتقدموها بيها. بجد طعمه تحفة وبيقرمش وسهل جدا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. ممكن بقى تعملوا كمان شوية كده بالصوص الشوكولات او الكراميل. الف هنا.